أهلا بحضراتكم. موضوعاتنا دايما صحية وشيقة ومحببة لينا لأنها مليئة بالقيمة الغذائية والفوائد الطبية وأثرها عالي جدا على الصحة. النهاردة بنتكلم عن عاشق النعناع. النعناع اللي بيتحط على الأكل وعلى الشرب وعلى الشاي، وعشاقه كتير جدا، وأحيانا الليمونادة، وأحيانا بيبقى فيه مغلي النعناع لوحده. لكن هو ليه أهمية، أو ليه كلنا بنحب النعناع وبنحب طعمه؟ الحقيقة إن النعناع هنقول عليه فوائد كتيرة جدا، وهنقول إن الفوائد دي راجعة لتواجد الزيوت الطيارة الهامة موجودة في النعناع بقدر كبير، وكمان بها قدر عالي جدا من الأملاح المعدنية والفيتامينات النافعة للجسم. الحقيقة مش كده وبس، مش قيمة غذائية، لكن كمان الزيوت الطيارة اللي موجودة فيه بتبقى لها أثر عالي على انها تشتغل كمنبه للمعدة، مدر للصفراء، وكمان مضاد لالتهابات البنكرياس. الحقيقة كمان مهم جدا في الهضم، واثره عالي على الجهاز الهضمي لانه بيسهل عملية الهضم، وبيبقى مضادة لتواجد العفونة في الامعاء اثناء عمليات الهضم المختلفة، وكمان بتنشط حركة الامعاء وطارد للغازات بشكل رائع. الحقيقة كمان أي حد بيشعر بألم في القولون أو نتيجة تهيج القولون مهم جدا يتناول مشروب النعناع أو تواجد الزيوت الطيارة اللي في النعناع. والنعناع طارد كمان للديدان من المعدة والأمعاء. ليه؟ لأنه الزيوت الطيارة اللي فيه بتبقى زيوت فعالة جدا، شغلها بيبقى منفر وطارد وقاضي على الديدان والطفيليات والبكتيريا اللي موجودة في الجهاز الهضمي. كمان النعناع وزيت النعناع خاصة علاج فعال قوي ضد المغص وضد آلام أو التشنجات اللي موجودة بنشعر بها في الجهاز الهضمي بشكل عام. وفائدته للجهاز التنفسي رائع جدا لأنه مهدئ للسعال والكحة، وكمان أحيانا بيقلل آلام كتيرة جدا بنشعر بها لأنه بيعتبر مقلل للالتهابات في الجسم. كمان أن النعناع وزيوت الطيارة مفيدة جدا لتنشيط القلب والدورة الدموية، ومنبه للدماغ، وخفف آلام الحيض للسيدات. الحقيقة كمان إن النعناع مهم كعلاج للإسهال والمغص عند الأطفال خاصة، واللي بيتمضمض بمغلي أو بمستخلص النعناع بيقلل التهابات اللثة، وأحيانا كمان بنستخدمه للغرغرة نقلل بيه التهابات الحنجرة. مش احنا قلنا إن النعناع مضاد عالي جدا لأغلب الالتهابات اللي موجودة في الجسم؟ الحقيقة كمان النعناع، وده بنشوف استخدامه في معجين الأسنان، وده احنا قلنا إنه بيقلل التهابات اللثة، وكمان منشط للأوعية الدموية اللي موجودة حوالين اللثة. لكن كمان بيستخدم كمعقمات، يعني بيستخدم في معجون الأسنان كمعقم للفم، وبيحسن ريحة الفم الناتجة من القولون أو الجهاز الهضمي، أو قلة الهضم بكفاءة يعني. الحقيقة كمان إن النعناع بيستخدم في إنه بيقلل من الصداع، وبيقلل من أعراض الربو والزكام والتهاب القصبات الهوائية، واحيانا في حاجه اسمها الشهقه. لو وجود الشهقه دي او الزغطه يعني، فده بيقلل، او تناولنا للنعناع بيقلل من الموضوع ده. النعناع بيستخدم كعلاج لآلام القيء العصبي، و يعني نقول ان قلنا قبل كده ريحه الفم الناتجه عن سوء الهضم، ولكن كمان الامهات بيستخدموا استخدام رائع جدا عند فطام اطفالهم. كمية اللبن بتبقى موجودة والطفل متعود على الرضاعة، لكن عشان أقلل تدريجي كمية الألبان بتاعة الأمهات عشان ما يتسببش آلام في الصدر، فبيتناولوا النعناع لده، وده رائع جدا وطيب وطبيعي. لكن له فائدة كبيرة كمان، إنه بيمنع تعفن الحليب، وبالتالي أحيان كتيرة جدا بعض المستخدمي الحليب أو متناولي الحليب بيضعوا النعناع على الحليب فقط اللي هيخزنوه عشان ما يعفنش ويفضل معهم فترة أطول بحالته. عايز أقول كمان يعني إن وضعنا لمسحوق الأوراق بتاعة النعناع، بنشف ورق النعناع ونخليه عبارة عن مسحوق، أو أحط كمان بعض الأوراق الغضة اللي هي الطازة في مية ونغليها ونشرب من ده يوميا في أي وقت خلال اليوم. ده بيعد مشروب منعش جدا ومقوي. وممكن نضيف ده كمان له نص معلقة من مطحون البابونج عشان نديه فعالية أكتر، خاصة لحالات المغص.
وممكن كمان اعصر نص ليمونه مع البابونج ومع النعناع، فكده بوصل بيه لعلاج سوء الهضم. يعني بضيف شيء مفيد مع شيء مفيد تاني مع شيء مفيد تالت، فدايما بأنمي فايدته. مع كل اللي احنا قلناه من حاجات جميلة جدا لاستخدام النعناع، لكن لازم نقول احيانا ممنوع نستخدم النعناع او نستخدمه بإفراط. طب ليه؟ لان الحقيقة ان احنا نتناول نعناع بشكل اكتر من المعتاد بيؤدي ده لجفاف الفم، احيانا للقيء، احيانا لإثارة الرغبة الجنسية اللي بتبقى معاها قلة نوم او عدم صعوبة في ان انا انام والرغبة دي موجودة. يمنع تناول النعناع ده ان كان كورق او كشرب او حتى زيت النعناع عند الإصابة بالحمى. اوعى يبقى عندك مريض بالحمى وياخد منك النعناع بأي شكل. كمان الأطفال الصغيرين بلاش قوي ياخدوا يعني النعناع بشكل مفرط إلا في حالات الضرورة، لأن ده هيتقلب معانا للضد، وهيبقى في أرق وتعب ملوش داعي. طب إيه اللي ممكن يعني ما اشربش الشاي أو زيت النعناع يوميا والفترات طويلة؟ ليه؟ لأن ده بيؤدي إلى تلف الأغشية المخاطية الداخلية. احنا عارفين جهاز الهضم مغطى دايما بأغشية مخاطية داخلية كلها بتحمي لحم الجهاز الهضمي من العصارات المعدية وعصارات الأمعاء. فلو أنا عايز أحافظ على الأغشية المخاطية دي لازم ما اشربش النعناع أو الشاي أو الكافينات أو المركبات الكتير اللي فيها زيوت طيارة دي بقدر عالي. جميل جدا الاعتدال في كل شيء. كمان ما احبش ابدا او ما انصحش ابدا الحوامل بانها تكتر منه، خاصه في الشهور الاولى، لان ده بيأثر سلبا على الحمل. دايما ناخد كل شيء ناخد منه فوائده، ودايما ما نكسرش فيه، ودايما اتمنى لحضراتكم كلكم الصحه والسعاده. ومع النعناع مشروب قوي، مشروب منشط، مشروب داعم للصحه، لكن باعتدال. سعيد متولي، خبير الصحه العامه والتغذية، أهلا بحضراتكم دايما.